السلام عليكم. إعراب سورة الإخلاص كاملة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أعربناها في فيديو سابق على القناة. الآية الأولى: قل هو الله أحد. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. هو ضمير الشأن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والجملة الاسمية الله أحد في محل رفع خبر للمبتدأ هو. الآية الثانية: الله الصمد. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الصمد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والجملة الله الصمد مستأنفة لا محل لها من الإعراب. لم يلد ولم يولد. الآية الثالثة: لم يلد ولم يولد. لم أداة جزم. يلد هو فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة لم يلد مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ولم يولد. الواو حرف عطف، ولم أداة جزم، ويولد هو فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. والجملة ولم يولد معطوفة على ما قبلها. الآية الرابعة والأخيرة: ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن. الواو حرف عطف، ولم أداة جزم. يكن هو فعل مضارع ناقص مجزوم بعد لم وعلامة جزمه السكون. له اللام حرف جر، والضمير هاء ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور، والجر والمجرور متعلقان بكفوا. كفوا هو خبر يكن مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أحد هو اسم يكن مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أصل الجملة: ولم يكن له أحد كفوا. والجملة كفوا أحد معطوفة على ما قبلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.